بدعوة من الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمالي الأطلسي، قام وفد برلماني مغربي يترأسه رئيس مجلس المستشارين محمد شيخ بيد الله بزيارة للحلف ببروكسل. الزيارة تندرج في إطار علاقات التعاون والحوار بين الحلف وشركائه، ومن بينهم المغرب، حيث تميزت هذه الزيارة بعرض الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يخص تثبيت الأمن والسلام العالميين. الوفد البرلماني المغربي قدم عرضا حول مستجدات القضية الوطنية والتجاوب الدولي الكبير مع مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والتي تعتبر حلا واقعيا وذا مصداقية. وبمقر البرلمان ببروكسل، قدم المراقبون الدوليون الذين حضروا أطوار محاكمة متهم جديميزيك تقريرهم النهائي الخاص بمراقبة المحاكمة وظروف أجوائها. رشيد كن والتفاصيل. من فاتح إلى 17 فبراير الماضي، تاريخ بداية ونهاية محاكمة متهمي أحداث جديميزيك، تابعت هذه البعثة من الملاحظين المتكونة من 9 رجال قانون فرنسيين أطوار هذه المحاكمة وظروف إجرائها، وها هي اليوم تقدم تقريرها المفصل والنهائي الخاص بهذه المحاكمة. لقد استقرت ملاحظتنا بالإجماع على أن تدخلات محامي المتهمين كانت مستفيضة، وأن المتهمين عبروا عن أفكارهم وتواصلوا بحرية مع عائلاتهم ومستشاريهم. أيضا نقيب هيئة المحامين بالرباط وأحد أعضاء هيئته كان حاضرين. أما بالنسبة للمحكمة فأتاحت الوقت الكافي للاستماع للمتهمين. بعد كل هذا لا يحق لنا أن نحكم على حكم المحكمة، فالأمر ليس من أهداف مهمتنا، لأن عملنا كان هو الوقوف على مدى احترام المحكمة لحقوق الدفاع، وهو ما تحقق بالفعل. أنا مرتاح لهذه الشهادة لأنها تظهر بجلاء الخطوة الهامة التي قطعها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل استقلالية القضاء، وأجد اليوم أن أمورا كثيرة تحققت من أجل حقوق الإنسان على التراب المغربي. en faveur des droits de l'homme sur le territoire marocain. تقرير الخبراء المراقبين أشار أيضا إلى أن المغرب يعد مرآة للديمقراطية في الدول المغاربية، ودعا المؤسسات الأوروبية ومن بينها البرلمان الأوروبي خاصة إلى دعم هذه الخطوات الإيجابية.